لاحظنا خلال الأيام الماضية القليلة وجود خلايا تحاول تهديد أمن واستقرار المنطقة. كان هدف هذه الخلايا هي تهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة، هدم مشروع الأمة الديمقراطية، زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. من خلال تحليل بعض الحقائق والوقائع التي حصلت والأسلحة التي كانت تستخدم، لاحظنا وجود تدخل كبير للجهات الخارجية، وكان في مقدمتهم النظام وإيران، وكان هدفهم هو تهديم مشروعنا الديمقراطي وزعزعة الأمن والاستقرار وهدم حرية المرأة ورأيها. وإننا نناشد الشعب في دير الزور عامة بالحفاظ على أهلهم وممتلكاتهم العامة، حيث لاحظنا خلال فترة زعزعة الأمن والاستقرار كان هناك فوضى عارمة، حيث تم نهب وسلب بعض النقاط الخدمية والبلديات ومحطات المياه، وكان هناك فوضى عارمة. فنطالب أهلنا في دير الزور بالمحافظة على ممتلكاتهم العامة كونها ملك للشعب، وأن مشروع الأمة الديمقراطية هو مشروعنا جميعا ومشروع شعبنا، وبني على دم الشهداء ولا يمكن أن نتخلى عنهم. ونحن شعب دير الزور عامة والمرأة خاصة إننا مع قوات السمورية الديمقراطية قلبا وقالبا. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والرحمة للشهداء.